دخلنا بقى على تصفيات كاس العالم 78 اللي ابتدت في اكتوبر 76. اكتوبر 76 لعبنا اثيوبيا، فزنا عليها في القاهره 3-0 بهاتريك الخطيب. يعني اول محطه اهو في تصفيات كاس العالم 78 فزنا على اثيوبيا في القاهره 3-0 بهاتريك الخطيب، 3 اهداف. 39 البابلي ماشي، البابلي ماشي، البابلي ماشي، يقدر يجيب جول، يقدر يجيب حطها في ايد الجول. الحكم بيقول يلعب، انا اعتقد انه جول الخطيب هيلعب حلوه ورا 60 جول جميل ضحك على الكاس ودخل. فرصة مصر في الربع ساعة دي كويسة، ان احسن لعيب فيهم كساهم اتطرد. وفزنا عليهم في اثيوبيا 2-1 بهدفي الخطيب. يعني اول ماتشين في تصفيات المونديال الخطيب حاطط 5 اهداف مع منتخب مصر. بعد كده في نفس التوقيت ده طبعا كانت تونس بتلعب ماتشاتها ونيجيريا، وهنتقابل كلنا في الاخر في الدوره المجمعه يعني. بعد كده في شهر فبراير 77 لعبنا كينيا، فزنا عليهم بصعوبه هناك 0-0، وهنا فزنا 1-0 بهدف علي خليل. في بقى الماتش اللي الناس كلها بتلخبط فيه، ده كل ده احنا بنتكلم على تصفيات كاس العالم. في النص بقى في شهر مارس 77 اتقابلنا مع تونس في تصفيات كاس الامم الافريقيه 78 اللي هتقام في غانا سنه 78. ناس كتيره بتلخبط بقى ما بين ماتش تونس مارس 77 زي ما شفنا الاسبوع ده وماتش تونس تصفيات المونديال في اخر السنه. يعني ده حاجه وده حاجه. تقابلنا مع تونس في مارس 77، فوجئنا بمنتخب قوي، فوجئنا بمنتخب في منتهى القوه. الخطيب كان غايب عن الماتش ده، هو مصطفى عبده. مختار لعب الشوط الثاني. الخطيب يعني الفرقه كان ينقصها بعض اللاعبين. فوجئنا بمنتخب تونس في منتهى القوه، احرز فينا هدف، اتقدمنا بهدفين، احرز هدف التعادل، اتعادلنا 2-2 على ارضنا. الماتش الثاني في تونس بقى، الماتش ده اعتقد كان 13 مارس او 14 مارس 77. الماتش الثاني بقى 27 مارس هناك. الخطيب بقى شارك في الماتش اللي هناك، وده يمكن انا اللي نزلت الفيديو بتاع ركله الجزاء الخطيب في عتوقه. تمام، الناس ملخبطه فاكرين ان ده ماتش 4-1 يعني حصل لخبطه جامده، الناس مسقطه الماتشين دول جامد قوي يعني. لعبنا تونس في تونس، ماتش العوده بقى اتعادلنا 2-2 على ارضنا. ده كان بنظام اقصائي، الاقصائيات تمام، رايح جاي ونوك اوت، غير الدوره المجمعه بتاعت تصفيات كاس العالم اللي هي احنا وتونس ونيجيريا. فعشان الناس ما تلخبطش ما بين الاثنين، بس ده كان في مارس 77. الخطيب لعب الماتش اللي هناك. الماتش ده نزلنا برضه بتشكيل غريب، كان حسن علي هو اللي لعب الماتش ده. يمكن ده اخر ماتش دولي ليه في حياته، كابتن ابو امين الله يرحمه، اخر ماتش دولي ليه في حياته. احمد كان بيلعب محمد صلاح باك رايت، واحمد عبد الباقي مساك. احمد عبد الباقي ابتدى حياته مساك، انما طول مشواره مع الاهلي ومنتخب مصر كان بيلعب باك رايت. ابراهيم يوسف لاعب المحله، استعان بيه الجهاز الفني في خط الوسط، كان في نقص في خط النص. مصطفى عبده غاب، وكان لعب عادل البابلي نجم الاتحاد، فالفريق كان فيه نقص تمام. ولكن خطيب لعب في رباع فرح حسن شحاته علي خليل. المهم الماتش ده تونس اتقدمت بهدفين في الاول. شفنا بقى ساعتها منتخب تونس، شفناه في القاهره وشفناه هنا، خلاص حفظنا لعبته بقى، عقيد وتميم والامام والعجربي وطارق دياب وخميس العبيدي، خلاص عرفنا لعبته تمام. فمنتخب تونس احرز هدفين، انا فاكر كويس قوي هدف تميم الثاني في حسن علي، غير هدف تميم في اكرامي الشهير يعني. ومنتخب تونس اتقدم 2-0. بعد كده احتسبت ركله جزاء لمنتخب مصر، احرز منها الخطيب هدف تقليص الفارق في عتوقه. وهنقف هنا مع الخطيب في الحته دي. الخطيب شفنا اللقطه وشفنا لعيبه تونس وهم بيستفزوه
عشان يضيع ضربة الجزاء، ودخل بمنتهى الثبات وحطها في عتوقة. العتوقة طبعا اتقدم يعني، والخطيب حطها ركنها بمنتهى الثبات. الأول كان جمهور تونس بيصفر عشان يخرج الخطيب عن تركيزه. لما الخطيب حط الكرة بمنتهى الثبات، كل اللي في الاستاد جمهور تونس بالكامل سقف للخطيب، وشفناها في الفيديو اللي أنا نزلته. كانت لقطة جميلة جدا جدا، معبرة قوي إن المهارة هي اللي بتفرض نفسها، والنجم بيفرض نفسه مهما حدث من صعوبات. فرق برضو هنشوف ما بين مهارة الخطيب وعشوائية المنتخب. منتخب تونس بعد كده حط الهدف الثالث. حسن شحاتة أحرز هدف جميل جدا، تسديدة من خارج منطقة الجزاء في عتوقة، من الأهداف المشهورة جدا، من أفضل أهداف حسن شحاتة مع منتخب مصر أو في حياته عموما. والنتيجة بقت 3-2. طبعا الماتش ما اتذاعش على الهوا، أنا أياميها كنت صغير، الماتش ما اتذاعش على الهوا. قريت في الجرايد تاني يوم إن منتخب تونس فاز 3-2. قلت يا نهاري، ده احنا كان فاضل لنا هدف، لو تعادلنا 3-3 كنا احنا اللي وصلنا. فخرجنا من تصفيات افريقيا اللي هتتلعب في غانا سنه 78، وتونس تاهلت. ده كان في مارس 77. اللي عايز اقوله ان منتخب تونس ساعتها كان قوي، منتخبنا كان فيه عشوائيه جامده جدا. نجومنا زي الخطيب وحسن شحاته اتظلموا مع الجيل ده، اتظلموا مع منتخب مصر بسبب عشوائية الإعداد لمنتخب مصر لمثل هذه اللقاءات القوية.